بدنا نحب نوضح شغله. موضوع النسب اللي عم تجينا هالايام، اعلى نسبه اجتنا على 7 واوطى نسبه اجتنا على 4. طبعا السنه ما كان في زيتون كثير، بس ان شاء الله في نسب واطي. طبعا بدنا نوضح شغله للاهالي، انه يلي بده يحوش زيتون يحوش ولا يخاف اذا كان سقي، بس اذا كان بعد يستنى اذا في شتوه قريبه ويحوش. المخبر طبعا مهمة المعصرة هي عمل جولات ميدانية على المعاصر المتواجدة أو العاملة في محافظة القنيطرة. من راقب عمل المعاصر آلية تنفيذها للاشتراطات الفنية للعصر، من راقب موضوع التزامها بالتسعيرة، من راقب موضوع النظافة العامة، من نشوف جهوزية الآلات، القبان لوزن ثمار الزيتون، بناخذ عينات. طبعا كله هذا بناخذ عينات من التفل وماء الجفت. طبعا كله هذا بالتعاون مع بتعمل اللجنة متضافرة مجتمعة مع بعضها لحتى تنجز هذا العمل، هو عمل مراقبة المعاصر. بالمناسبة يوجد 3 معاصر عاملة في محافظة القنيطرة. قدرت مديرية الزراعة المساحة المزروعة بأشجار الزيتون لهذا العام بحوالي 6708 هكتار. كما قدرت مديرية الزراعة الإنتاج الأولي المتوقع من ثمار الزيتون بحوالي 5350 طن، يؤخذ منها بمقدار 20% زيتون مائدة، والباقي الذي يقدر بحوالي 4000 طن هذا مخصص لعصر، يعني يعصر لاستخراج الزيتون. ممكن انه نقدر الكمية المتوقعة من الزيت لهذا الموسم بين 700 و 800 طن تقريبا.